آنذاك الروسية مهد لأطماع فرنسية على الجزائر. ومن بين القوة التي امتلكتها فرنسا على الدخول الجزائر هي بيع ولاية أمريكية للأمريكان في سنة 1802 تسمى ولاية لويزيانا، باعتها بالفلوس حتى تتمكن من شراء الأسلحة وغيرها من العدات التي يمكنها للدخول الجزائر. قبل 1830 لم تستطيع فرنسا الدخول على الجزائر، من غير أنه مثلا إسبانيا عندها مستعمرات في أمريكا الجنوبية بالكل ما عدا البرازيل التي استعمرتها بريطانيا. لا يعني لما سقط هذا الأسطول الجزائري مهد. خلينا نطلع المرة الثانية. لما دخلت فرنسا دخلت بالقوة، والجزائريين منذ 1830 إلى غاية 1962 معركة تلو المعركة إلى غاية 1962. نطرح السؤال للمغاربة، يدعون أن هذه الصحراء الغربية هي مغربية. أوكي حلو. 1884 لما دخلت الإسبان لهذا للأقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، هل هناك معركة واحدة من السلطان المغربي دافع عنها؟ أعطونا معركة واحدة في 1884. أنا ممكن نعطي لك 1830 هناك معارك للأمير عبد القادر الذي خاضها أكثر من 114 معركة، هزم 14 جنرال، وكانت السنوات التي مضاها 17 سنة. كذلك أنا نطلب من المغاربة يقول لك أنه الصحراء مغربية، أعطونا دليلكم. كذلك لما يتكلمون على التطبيع وغيرها وهذه الزيارة التي قامت مؤخرا، إيدي كوهين الصهيوني يقول على التلفاز بالصوت والصورة، يقول نحن نعرف بعض الملوك وبعض الأمراء حتى الألبسة التي يستعملونها داخل قصورهم. هل ينكرون ذلك؟ فهذا بن زايد وغيرها من الأمثلة والله مطبعين أبا عن جد. وسبب خراب الأمة العربية أنا أرجحه إلى الملوك، وأنا نعطيك الدليل. بالمناسبة كان هناك أخ أردني، أنا تكلمت مع أردني، طرحت له سؤال، قلت له هذا الملك عبد الله لماذا يعني مطبع إلى درجة النخاع والشعب الأردني لا يتكلم؟ قال لي والله نعلم ذلك، ولكن نحن نريد الأمن والسلم، لا نريد الخراب في المنطقة. هذا الملوك هم صنيعة الدول الغربية البريطانية والأمريكية والفرنسية وغيرها. كذلك لما ينفي وجود الجزائر، أنا أقول له لما كانت الحضارة النوميدية في الجزائر أين كنتم؟ لما كانت الحضارة الرستمية في الجزائر أين كنتم؟ لما كانت الحمادية والزيانية وغيرها من الأسماء أين كنتم؟ لما كانت قسنطينة تأسست في 200 سنين قبل الميلاد، أعطيني مدينة واحدة فقط تأسست قبل الميلاد في المغرب. لما تقول لي أنه مراكش تأسست في 1065، الذي أسسها هو يوسف بن تشافين الشنقيطي الذي أتى من أدغال من موريتانيا الحالية. لما تقول لي فاس الذي أسسها إدريس الأكبر، هل تعلم يا أسعد أنه إدريس الأكبر مكث في تلمسان لمدة 5 سنوات، ولكن في تلمسان كانت عاصمة، كانت دولة، فلهذا لجأ إلى المغرب وأسس مدينة تلمسان، واليوم يتغنوا لنا بهذه الشعارات غيرها. تكلم كذلك عن المساعدات الذين يقدمونها دول العالم للصحراويين. والله هذا شرف لهم، هذا أكبر دليل على أنهم هناك منظمات دولية وهناك مؤسسات دولية وهناك حكومات دولية تعترف بهذا الشعب الذي هو لاجئ في الجزائر. أما أنت الذي تعتبر نفسك 12 قرن تاع التاريخ، السعودية والإمارات هي التي تتبرع لك من خزينتها، ونحن عندنا الأمثلة كثيرة على ما نقول. أنتم عايشين على صدقات العالم، عايشين على صدقات الفرنسيين الذين عملوا مشروعات كثيرة، من بين هذا البراق الذي تتغنون عنه. عندكم 1%. هل تعلم ماذا يعني 1% يا أسعد؟ الأرض. أما كل 1% فقط. نعم، لأنه اسمعني جيدا. يا أخي بعدين عندما لحظة اصبر، لأنه عندما يأتي رجل من هذه الأرض ويطالبك بالدليل، ستختفي شاشة التليفون عندك وتذهب تبحث أو ما أدري من يتصل بك، وبعدين ترجع لي كالكازينوهات
بلا دليل. أنت الآن قاعد تقول كلام مرسل ليس له أساس يعني مثل الكازينوهات. شوف، أنا بحثت، عملت بس في جوجل كازينوهات في الجزائر، شوفوا كم طلعت لي بس من أول عملية بحث. والله العظيم من أول عملية بحث طلعت لي 50 كازينو في العاصمة الجزائر. ويجي يقول لك ما في. يا أخي أنا لعلمك تركتك تسترسل، لأن هنا مغربي متمكن سيرد عليك، ما عندش مشكلة. لكن عندما تأتيني بمعلومة مثل هذه أنا أعتبرها استخفاف، أنه بلد تقبل مشروع فرنسي عندها ولها 1%. يا أخي يقول 50%، يا أخي يقول 70%، 1%. بس لو سمحت خلني أمر الوقت دقيقة لو سمحت. خليني اكفي لا لا الكلام لا ولا؟ لحظة، ابقى انت اليوم عندي، انت من والله رايح؟ والله في الشغل يا اسعد، يا والله اخي صدقني بالله، دائما يا في والله في الشغل، المطبخ يا في المطبخ يا في والله في العمل. الشغل، والله في الشغل، وانا طلعت حتى خلاص ارد خلاص على سير يا بعض اخي. ما الفائدة؟ انت لازم تبقى، الرجل سيرد خل عليك، خل الاخ رجل من خلاص، هذه اذا الارض. تريد نحدد يوم وانا نطلع لك بالادله وبالحجج وبالبراهين. انا والله جالس هكذا معك يعني، بس بالصوت انا اذا تكرمت شوف، نعمل حلقه امس الاخوة خاصه. الجزائريين اللي طلعوا كنا نسمع قرقعة الصحون، كانوا كلهم في المطابخ، واليوم كلكم مشغولين. انا ما ادري ليش الاخوة الجزائريين يا اما تاتون خدامين يا اما تاتون وانتم مستعجلين. يا اخي لا تدخلوش في نقاشات. نحن ما الذي الجزائر. دفعك اليوم انك تطلب الميكروفون وانت تعلم انك مشغول؟ انا والله قلت انا مره مرور الكرام، ولكن للاسف سامح انت لي، تعرف ولكن منصتي عندي ما سؤال. فيها، تعرف اسعد الشرعي ما تقدر تمر مرور الكرام، ما ما نقدر، تقدرش، صحيح، ما تقدر، ما ما تقدر. تقدرش. اذا خلي الاخ يرد عليك وزدك سبد بارك اربع. الله فيك. المره الجايه ان شاء خلاص سير ان انتظر شاء الله انتظر سير. أخي العزيز. اسمع الاخ رجل من هذه الارض، اسمعه. الله. والله يا أخي مع كامل الاحترام هو لو قد مشى كنت على فكرة، مشى يا اخي، رجل مشى. هرب القوة الهاربة، لا بأس، القوة الهاربة. يعني لو كنت مثله لتحجبت أو تنقبت واعتزلت الناس. هو كذبتين. الأولى قال، والله أتعجب كيف لمسلم أن يقول مثل هذا الكلام. قال 4 كازينوهات بالرقم يا أخي، لم يقل 5 ولم يقل 3، قال 4. ولما قلنا له آتنا بالدليل تحجج ومجمج وهرب، ثم زايد علينا وقال أتحداكم بمن يأتيني بكازينو في الجزائر. حصل هذا أخي أم لم يحصل؟ نعم. وأنت أخرجت له خريطة بمدينة ألجي وحدها. فانظر يا أخي في أي درك يتردى هؤلاء القوم من الانحطاط. يعني شيء مخجل. والله لو كنت مكانه لانسحبت واعتزلت وفعلت يعني ما كانت تفعله ذوات الحجال ذات زمن. هو قال أنه أجيب على 3 نقاط وما أطيل محددة. قال معركة نافارين التي قامت بها الجزائر ضد أوروبا، هذه المعارك كلها قام بها العثمانيون. وأما ما يسمى اليوم بالجزائر والذي صنعته فرنسا في الفترة ما بين 1832 و 1963 فلم يكن لها وجود. كانت هناك مدينة تسمى الجزائر فقط، ألجي وليس ألجيري. والدليل على هذا في التاريخ الذي قاله، يعني 1830 كان حاكم المغرب معروفا مشهورا له سفراء وممثلون في العالم كله، وكان اسمه المولى عبد الرحمن بن هشام. ما كان اسم حاكم الجزائر حينها؟ ردها علي إن كان بمكنتك. شيء ثاني، قال أي معركة خاض المغاربة لما استعمرت الصحراء في 1884؟ أنا أقول له بمعركة خاضها المغاربة قبل ذلك بكثير لتحرير الجزائر، هي معركة إيسلي 1844، وليردها علي إن استطاع. نحن خضنا معارك لتحرير مسلمي الجزائر أصلا، وأما أهل الصحراء فكانوا جزءا منا وما يزالوا. المسألة الثالثة، لا يذكرن أي جزائري بعد اليوم وأنا حاضر اسم المغربي بالإسبانية مورويكوس، لأني سأنطق اسم الجزائر بالإسبانية
الخرية، ولا تعاتبني أخي. الجزائر بإسبانيا هي الخرية، فلا يقول لي مرويكوس ومروكوس. والله ولو أردت أن أنطقها بالهولندية لكان الأمر أقبح. انطق الله يرحمك. الخرية بكل وضوح، حتى هذه الياء غير موجودة، الخرية. فكيف لقوم هذا اسمهم بالإسبانية يريدون أن ينطقوا اسم بلدنا بإسبانيا؟ والله لله العجب. نخجل، وكيف نقول نحن في المغرب نحشم ونطلب لهم الأعذار ونتحرج، ولكنهم يأبون إلا أن يخرجوا فينا يعني شيئا. والله لو أرسلناه عليهم لأكلناهم أكل الحلوى والمن والسلوى، لولا أننا نتحرج. يعني الرجل لا ينون الكلام، لا ينون نهاية الكلمات، ويأتي ليعطينا دروسا في التاريخ. شيء متعلق بشنقيط. شنقيط كانت جزءا من المغرب، وأميرها إلى حدود السبعينيات جاء وقدم البيعة لملك المغرب واسمه فال ولد عمير. وأنت إن ذهبت أمير ترارزة، وأنت إن ذهبت إلى وسط الرباط في أقدال ستجد شارع فال ولد عمير. وأكثر من هذا، إن أكبر شيوخ الدين وعلمائه في موريتانيا وعلى رأسهم الحسن ولد الددو يقول في تخريجه الأحاديث: حدثني شيخي الشنقيطي عن شيخه الكتاني الفاسي، ويأخذ التخريج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الحسن ولد الددو رجل عالي حتى يعلم الناس. شيء ثالث وأخير، تلمسان نعم مكث فيها مغاربة، لأن تلمسان كانت تسمى فاسن الصغرى، وإلى اليوم لا زال أهل تلمسان، وأتحدى أي جزائري أن ينفي هذا، ينظرون إلى باقي الجزائريين نظرة فيها نوع من الاستنقاص. لماذا؟ لأن أهل تلمسان دائما كان ولاؤهم الثقافي والروحي للمغرب، والدليل على هذا التاريخي الحاسم، وأبعثه لك ولو شاء الإخوة أبينه: بيعة أهل تلمسان لملك المغرب وسلطانه في آخر القرن التاسع عشر. ولو شئت أفصل فصل لي في هذه. لماذا يشعر، قلت لي سكان تلمسان يشعرون أن بقية الجزائر دونهم؟ ينظرون إليهم بنوع من التعالي. لماذا؟ لأنهم هم ورثوا المجد الفاسي. أنا في أغنية إن شاء أخرجها لهم الآن، في أغنية لأعظم مغنيهم. ما اسمها؟ الزين الفاسي، الجمال الفاسي، محمد العنقا. ستجدها وأرسلها لك. الزين الفاسي من؟ محمد من؟ الحاج محمد العنقا، الذي كان عضوا في فرقة الحسين السلاوي المغربية في الأربعينيات. شوف يا أخي، لا نفصل. والله لو أردت أن أفصل لخربت عليهم بيتهم. هل تعلم أن عندي فيديو فيه امرأة جزائرية بسيطة قالوا لها، اسمع يا أخي أسد، قالوا لها: ذكرينا بشيء عن مرحلة الاستقلال، فقالت لهم بفطرتها التلقائية: ومبروك يا الجزائر، مبروك، راهو الاستقلال جايك من المبروك. هاي مسجلة. كيف عيدها؟ قالت لهم وفي فيديو: مبروك يا الجزائر، مبروك، راهو الاستقلال جايك من المبروك. وأنا أخرج لك الآن أغنية يتغنى فيها الحاج محمد العنقا، أعظم مغنيهم، ويقول: مولاي الحسن الثاني في كتافنا، ويتحدث عن الجهد الذي بذله المغاربة كي ينصروا ويحرروا الجزائر، لولا أن اللئيم تكرمه فما يعود عليك إكرامك إلا بما من معدنه. والله لا ألوم منحط المعدن إن كان فعله منحطا. ماذا أقول لك؟ هل فعلا ما زالت تلمسان فيها نفس اللمسات الفاسية وكذا وحاجات؟ طبعا يا رجل، أقسم لك بالله العظيم إن عندي صديقا جزائريا وهو طبيب جراح في باريس في منطقة مودون بالتحديد، وما أصرح بالاسم، زوجته تلمسانية. قال لي: إني يا فلان إن زوجتي دائما عاملتني بتعال
لأنها تشعر بأنها فاسية المنشأ، لأنها تلمسانية. تلمسانية هي فاس الصغار، ويردها علي جزائري استطاع. شكرا أخي. والله ما أقول إلا أنك منجم ذهب واكتشفناه في هذا التيك توك. سمحت لي طيب نكلم لحظة يا سعاد، أنا. قري لو سمحتي، أنت جيتي آخر حاجة، في ناس قبلك، سدي المايك. مو ولا الجيش الوطني، واحد منكم، لا أدري كيف سيكون ما وضعكم. اشراك يا اخ يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد منكم، لأنه وضعكم سيكون حرج مع هذا الرجال، هذا خطير. يعني الأخ أسعد بالمفروض اليوم أنا نعمل عرس، ليش؟ يعني صار لي 4 سنين وأنا نحاول نتصل فيك. أيهما يتكلم؟ من يتكلم؟ المو. مرحبا بك يا أخي، مرحبا بك. ليش 5 سنوات تصلي على أقسم بالله اليوم عندي سعادة كبيرة. ما مرحبا في أي وقت يا رجل. يعني أنا الأب فلسطيني ماشي، والأم جزائرية والزوجة مغربية. الله والتجميعة، معناته مداخلة ستكون قوية. الأب فلسطيني، نعم، من خان يونس، والأم جزائرية من الجزائر العاصمة، والزوجة مغربية من العرائش. الله. وصار لك يعني ماسك الطابور كم سنين؟ والله لو دريت بك كنت استضفتك لوحدك. أقسم لك بالله يا أخي أسعد، أقسم لك بالله الأطفال عندهم جوازات جزائرية وجوازات مغربية. الله. طيب انت ليش حاطط علم الجزائر؟ ليش ما تحط علم المغرب يعني اكراما كمان بنحط على، وعلاش ما نحطش علم المغرب؟ حط العلمين، بشرفني. يلا قول هات، خلنا نسمعك يا اخي، حبيت برك نسقسيك خويا اسعد. شرفك انت. نعم. مالك انت حي اسعد، تحكي على روحك يا ايمو، ما تحكيش علينا احنا. شرفك انت يا ايمو. علاش؟ ما ادري، الاخ زعلان. خلنا لما نوصل عندك. مالك يا الجيش الوطني، مالك زعلان؟ انا انسان نحب المغرب ونحب الجزائر، فين المشكل عندك؟ اخوالك الجزائريين شويه صعبين للامانه. لا اسمعني. اقسم بالله يا اخي اسعد، انت انسان مثقف، وانا اسمعني، وانا الاب تاعي استاذ جامعه، يعني استاذ لغه عربيه، الحمد لله نمتلك بعض انت راجل مثقف، وانت من ناس اليمن احسن ناس. انا كانوا عندي عايشين معي في المانيا ماشي، كانوا عايشين معي اصحابي كثير في المانيا اليمنيين، وانا عايش في اسبانيا الحمد لله. يعني خي اسعد اقسم بالله مرات نشوف التيك توك هذا، يعني عيب اقسم بالله. قاعدين نتحدث عن تاريخ وقصص ومش عارف، وانت تاريخك قديم وانا انا تاريخي قديم، وانت ملكك وانا. اقسم لك بالله يا خي اسعد، اقسم لك بالله عيب، اقسم بالله يا خي. ما العيب يا اخي؟ ما العيب في التاريخ تاريخ. لا مش تاريخ يا اسعد، مش عيب احنا نسبوا بعضنا، اقسم بالله عيب فرقوا فينا. لا يا مو ولا عيب ولا بطيخ، يعني المغرب. اسمعني خي اسعد، ما في عيب في التاريخ يا اخي. لا خلينا ما هو اسمعني. لا اسمعني انت، يعني في دول امه وفي دول رمه، يعني انت هل تساوي انت اليمن مثلا بالامارات مثلا، ولا بقطر اللي نشأوا قبل يومين؟ ما تقدر. طيب والاسلام اللي وحدنا؟ لا هذا احنا موحدين اسلاميا، قلوبنا متصله يعني، لكن التاريخ تاريخ. ماشي تاريخ، والتاريخ اللي يخليك تعمل تجريح. هذا ليش تجريح؟ ليش تجريح اللي ما عنده يعني تاريخ؟ انا كل اليوم اسمعني، يعني انا غدا اليوم نقول له يعني مثلا انا الجزائر هي احسن دوله، او مش عارف، او يبدو عندك انه في خلاف بين الزوجه والام، صح؟ لا انا والله ما عندي خلاف في الدار، بالعكس انا المواضيع هذه ما تدخل الدار، ممنوع. لانه زوجتك لها تاريخ عريق، والوالده حتى الجزائر يعني اسمعني، وحتى فلسطين وكل الناس خير وبركه. اسمعني، كل الناس خير وبركه. ربنا سبحانه في اي دوله فيها المليح وفيها الخايب، ولا انا غلطان خي اسعد؟ نعم. فانا بدي اقول لك الكلمه واقطع والسلام، وما بديش اطول عليك ماشي. اقسم بالله انت انسان طيب، اقسم لك بالله اشهد ليك. وتعرف اكثر حاجه نحبها فيك انك يعني لما ترجع في قضيه فلسطين شفتك انك في عندك نخوه لفلسطين، هاي عن جد شفتها فيك. الله اقسم لك بالله، يعني انت بتحاول تيجي. انا يعني اسمعني، انت شايفك جاي مع القضيه المغربيه، حقك عادي، كل انسان ياخذ راحته، بس اسمعني خي اسعد، فيك نخوه لفلسطين. خليني اقول لك الكلمه واقول لك سلام عليكم. اقسم بالله كل الحكام العرب كلهم خونه، كلهم، اقسم لك بالله يا خي اسعد.
فيما يخص فلسطين قصدك؟ كل القضيه العربيه كلها، الامه الاسلاميه كلها، اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، يا لتبون ولا الملك ولا مش عارف، كلهم خونه، كله خي اسعد. والسلام عليكم. هو شوف، انا ممكن اوافقك في جزء، بس في تفصيل. يعني نقدر نقول عاجزين فيما يخص فلسطين، في عجز عربي، لكن في ايش عجز خيانات. عربي يا زلمه؟ احنا مليار يا زلمه، لحظة، ما عندهم، ما يقدرش يعمل لك ولا طب ليه زعيم ما عربي. يقدرش؟ ليش بتمجد لي اياه؟ يا ليش بتقول لي انه هو؟ لحظة، بالله عليك، جامعة الدول العربية كلها ما استطاعت. يا زلمه انت واحد مثقف زيك بتحكي عن الجامعه العربيه، عيب يا زلمه. اسمعني، لكن انا ما تركتني اتكلم اصلا عشان تفهم الحكايه. عفوا. جامعة الدول العربية باكملها الدول العربية كلها ما استطاعت ان تدخل بطانية الى غزة. طب ممكن اقول لك كلمه لو سمحت، لو تكرمت؟ بس كلمه. انت شايف انا بقول له بتشرف بالمغرب، بعلم المغرب، وبتشرف بالجزائر، بيقول لك ما بتشرفنا. لانك قاعد لانك عممت في مسألة يا الخيانة. عمي تحيا المغرب وعلى راسي المغرب بقول لك. اذا انت اليوم شكلك ستبات في الشارع من المغربية. والله عمري ما ببات بقول لك. اسمعني انا فلسطيني، اسمعني فلسطيني جزائري مغربي، ناخذ الثلاثه يا زلمه. اسمعني، اقسم لك بالله عندي مغربيه بتسوى مليار مره بالعالم. الله يحفظك يا اخي، الله يحفظها لك. اقسم لك بالله المره تاعي مليار راجل كمان. مش بتعرف شو بتقول لي مسكينه؟ تقول لي هذول هم دبوا راسهم، احنا شو دخلنا؟ دبوا راسهم. طيب انتوا في البيت، انت الوالده ساكنه معك مع الزوجه في نفس لا البيت؟ انا عايش باسبانيا، مغترب باسبانيا. طيب انتوا تخوضوا في مسائل الصحراء المغربيه؟ لا انا اسمعني، انا ما عندي شركه شو اسمه بيعوا شو اسمه شروا سياراتهم باسبانيا، وشغالين معي اخوه مغاربه، وعادي عمرنا حكينا هذا الموضوع، تافه بالنسبه لنا. خي اسعد، بدي اقول لك النقطه مهمه بالنسبه لك، بالله عليك بدي اقول لك اياها. تعرف انه لما نزل انا على الجزائر ونزل على المغرب، الناس مغلوب امرها، الناس ما بتشوفش هذه المواضيع هذه اللي بتسمعها، المغرب والجزائر ومش عارف، هذه كلها في اوروبا، ناس اوروبا ومش عارف. اما الناس اللي عايشين في الجزائر والمغرب قليل خي اسعد اللي مهتمين بالموضوع. الناس مش لاقيه تاكل خويا اسعد. انا مشيت على المغرب ومشيت على الجزائر ومشيت، ناس مسكين، ناس تعبانه خي اسعد. الله يوفقك يا اخي. تقول لي تبون وطياره وسياره، والاخر يقول لي انا يا الناس مش لاقيه تاكل خويا اسعد يا اخي. طيب الصحراء المغربيه انت تعرف عنها يا شيء؟ عمي اسمعني ان شاء الله، مش بقول لك اسمعني، انت شفت انتبه الصحراء المغربيه. لحظه اقول لك، لحظه. عجبتك الصحراء المغربيه؟ اصبر اقول لك. والله اذا لم تقر الان امام العالم اللي موجودين الان يشوفوك ان الصحراء مغربيه، انا اعتقد والله بتبات في الشارع، انا متاكد من هذه. طب اقسم لك اقول لك حاجه. انا اسمعني افتح لي المخ مليح معي. انا ان شاء الله تكون مغربيه. انتبه يا رب تكون اسمعني، يا رب تكون مغربيه بقول لك. كيف يا رب تكون مغربيه؟ يعني انت مو متاكد؟ انت مو متاكد؟ اسمعني يا اخي اسعد، شكون انا؟ مين انا بقول لك ميكانيكي، انا راجل ميكانيكي ببيع سيارات. انا ما عنديش، ما خصنيش نفهم المواضيع هذه. انا خصني نفرح، ندخل نشوف الناس فرحانه، ما كاش العداوه. اما هذاك الشيء انا ما نفهمش فيه خويا اسعد، وكاين ناس بزاف بحالي ما كيفهموش خويا اسعد في المواضيع هذه. انا تيجي تقول لي انت اي تاريخ خد بالك استقلت، ما نعرفش خويا اسعد، ما عنديش خبره. السلام عليكم اخويا اسعد. دقيقه اختي سراب لو سمحتي، دقيقه واحده بس، خلينا نكمل مع الاخ. انا قدامك. ايوه انت قدام. انا ما عنديش هذه الثقافه خي اسعدني نقول لك انا وان شاء الله تكون مغربيه على راسي، قال عادي. احنا الجزائر والله يعني شوف انا اقول لك، انت الله يكون في عونك، لانه يا اما اخوالك سيفتكوا بك الجزائريين او انسابك المغاربه. اسمعني تحيه انا بالنسبه لي يا اخي فاطر بالرخيصه يا اخي اسعد، تحيه المالي فاطر بالرخيصه يا اخي اسعد. الصحراويين يدعوا، هو يفهم في المراه المغربيه والطبخ المغربي. روح ايمو روح. اسمعني انا ما قلت لك، اسمعني انا ما قلتلكش انا مثقف ولا انا بقول لك انا ميكانيكي سيارات، صح ولا اخويا اسعد؟ تمام خلاص اوكي. انا ما افتخرتلكش ولا قلت لك، ولكن نقول لك الجزائر فيها صحراء قيس 4 مرات المغرب. ايش اعطاونا كشعب؟ ايش اعطاونا؟ فهمني. طيب انا اشكرك يا مو، شكرا لك. انا والله فرحان اني شفتك اليوم. وانا مرحبا بك. بس اعمل نقطه، بس بالله عليك اعمل نقطه، انه في عائلات كثير خي اسعد اللي مختلطه ويصرى بزاف مشاكل في المواضيع التافهه هذه.
رجاء خويا اسعد اي كمثقف. تافهه يا اخي، اقول لك الوحده الترابيه للمغرب تقول لي تافهه. يا عمي تحيا المغرب بقول لك، وتحيا كل العالم، بس خلي ايوه الناس لكن لي روح انت وزوجتك في المطبخ وفي يدها كذا سكينه وقول لها الصحراء تافهه والله تطعنك. والله يا خويا اسعد نتمنى يتفاهموا ان شاء الله، ونتمنى الشعب يولي كما كان. تعرف خويا اسعد كانت بكري مفتوحه الحدود، كنا وهران الناس عايشين وهران بخير، ناس الوجده عايشين بخير، كان الخبز السخون يطلع من وهران يروح على واسمه على وجده، كانت الحاجات الطيبه ديال المغرب بتروح. انا ذاكر الايام هذه خويا اسعد، ذاكرها انا. انت اين عشت طفولتك؟ في المغرب لا في الجزائر. ها الطفوله في الجزائر. نعم انا 17 عام في عمري طلعت على المانيا خويا اسعد. انا اعتقد ان داخلك تبوني صغير. اي اسعد انا 17 سنه طلعت على المانيا في عمري 41 سنه يعني. انا ما دامك عشت عندهم معناته داخلك تبوني صغير. اسمعني شاني نحكي، بقول لك اسمعني خي اسعد، والله نهضر معك عن جد خويا اسعد. انا حياتي كلها غربه خويا اسعد، اقسم لك بالله. تخيل انا نهبط للبلاد ما نعرفش نعيش. انا كنقول لك بكل صراحه، تعرف كلمه تعيش في اوروبا تتغير شو اسمه، تتغير العادات. تحيه لك ولامك الجزائريه ولزوجتك المغربيه، وانت عملت توليفه رهيبه جدا ما شاء الله. يلا اسعد الله يخليكم، سامحونا اخوتي. الله يحفظك، وان شاء الله نراك في بلجراف ان شاء الله كذا. سلم عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. يلا شكرا لك. نمشي الدور. الاخ الجيش الوطني، ثم سعاد، ثم سراب. واش رايك اخا اسعد؟ ايش رايي في ايش؟ واش رايك غايه؟ الحمد لله. نجم نحكي معك عربيه؟ كيف حالك يا اسعد؟ انت قلت ايش رايك غايه؟ انا بخير الحمد لله، صافي بخير على خير. والله اليوم بثك راح يكون قنبله كبيره يا اخي اسعد. ليش قنبله؟ هو كله قنابل، انا ما في. اليوم راح نزيح الستار يا اسعد. عن ماذا؟ اليوم راح نشوف قوتك وقوتنا نحن كجزائريين، وقوتك انت يا اسعد كمنصه. لا نتحدث معك كشخص، نجم نحكي معك كمنصه. طيب تفضل. هل تعلم بأننا نجحنا أن نوجه منصتك إلى الشأن المغاربي الداخلي؟ نجحنا أن يكون هناك ريفيين جمهورية ريفية، ونجحنا أن تكون هناك في منصتك جمهورية بوليزاريو، ونجحناك أن تطعن وتتحدث في شأن الداخلي عن التطبيع. هذه هي قوة الجيش الشعبي الجزائري. بس قدي هذه. الو اي يا الجيش. لا والله راني نستنى فيك تسمعنا نقطة قوتك من وين ضربتي الجزائر. تجريحك، هل تعلم تجريحك للجزائر هو جعل الشعب الجزائري يتمسك بنا بالجيش الشعبي الوطني؟ أقول لك شكرا، ثانك يو فيري ماتش، جزاك الله خيرا. الخدمة بالمجان. تفضل. الحمد لله. يعني انا اللي وحدتكم انتم كلكم الجزائريين، هذا وحدتكم انا والله بتجريحك جعلتهم يتمسكون بنا بالجيش الشعبي الوطني. ما هو الجيش، ما هو هذا الجيش الشعبي. وأطعن في الشرف، وتحدث عن المرأة الجزائرية وصفها بالسوء، وتحدث عن النظام العسكري الجزائري. لا والله هذا انت يبدو انك كنت في محطة اخرى. انا عمري ما اذكر النسوان ولا الاعراض ابدا خالص. إذا أنت تقصد أم حسن، مو أنا، هذا واحد مغربي اللي نثرها، مو أنا. هل تنكر بأنك جعلناك تقسم المغرب إلى جمهورية الريف وجمهورية البوليزاريو وجمهورية تندوف في منصتك؟ وجمهورية تندوف أيضا لا تنساها. لا لن تكن. بيضاني أنا الذي بعثته، وسلطان أنا الذي بعثته، ومحسن أنا الذي بعثته. هذه هي قوتي يا بعثته بالضم لا بالنصب. وين مودينا في الصرف والنحو يا رجل؟ يا أخي كيف أنت تتحدث بأنك مغربي وتوجهك لم يكن ملكي؟ لن أرى شخصا ملكيا أنت يا رجل هذه الأرض، لأن التوجه الملكي، لأن المغربي الملكي هو قيمه وأخلاقه ملكية، لا يشتم ولا يجرح الغير. أنت لا تخدم، أنت تقدم لنا الخدمة بالمجان. طيب تقدم للجيش الجزائري خدمة بالمجان يا رجل من هذه الأرض. واصل، استمر. أخي الجيش، أقول لنا هذا الفائدة اللغوية يا رجل. لا، هو الرجل يتفاصح وليس أقبح في اللغة ممن يتفاصح عن جهل. يقول أنا الذي بعثته
وهذا شيء يعني تستهجنه الأذن. قيل قديما إن اللحن في اللغة كل مثل ما قلته البثور. هو أن لحظة يا أخي، الجيش خلنا الجزائري نستفيد يا حقق أخي، انتصارا يا عظيم. الجيش انتظر يا يا أخي. جيش قرقر، وأنتم كل شيء عندكم. بالمناسبة انتصارا عظيما وليس عظيما، نون الكلام. يقال إن اللحن في اللغة مثل البثور في الوجه، ومن كثرة لحن الإخوة الجزائريين في اللغة والله خشيت أن تصير وجوههم مثل أطباق العدس، كلها يعني بثور قسما بالله. كيف يعني تقول أنك أنت مغربي وأسعد طعن في لحظة. الملك، قال بأن يا الملك جيش، يا محمد الجيش السادس الوطني، يا بالإمارات الجيش لن يا يتحدث عن حبيبي، غزة. لو سمحت لو من أين لك أنت هنا؟ من أين لك يا حبيبي مغربية؟ أنا حبيبي جزائري حبيبي وتألمت. يا صاحب الجيش الوطني الجرار القوة العظمى، قر شوية لو سمحت. شكرا لك يا رجل على هذه الفائدة، وأرجوك تبقى، لأنه أنا أحب يكون الأمور أنت معي دائما. خليك. شوف يا أخي، الجيش الوطني، أنا إن كنت نجحت في شيء، أنا نجحت في شيء واحد، أقول لك هو ما هو، وأنا أعتبره مفخرة لهذه المنصة حقيقة، أنني حققت نبوءة الحسن الثاني رحمة الله عليه، وهو يقول: ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. هذه أنا نجحت فيها نجاحا باهرا. أسعد الشرعي علم المغاربة أنفسهم الذي بعضهم كانوا يحسنون الظن فيكم، وعلم المشارقة أيضا أن للمغاربة جيران سوء. أو الآن يخوفني هذا الأخ النحوي، والله بيبهدلنا، لأنه إحنا كلنا مخربطين في اللغة. كلنا نلحن يا رجل من هذه الأرض. هذا الشيء يا الذي أخي عفوا أنت لم تدعي يوما أبدا، أنت أنا لم لم أدعي. تدعي للشهادة، لكن قبل يومين صعد علينا أحدهم يقول إن المغاربة لا يتعرفون الكلام بالعربية، هل تذكره؟ وهو في كلامه قال العجب، يعني والله لو أوضعنا أما أنا يا أستاذ، والله دائما في اليوتيوب أقول يا إخواني يا أهل أنت الصرف، إني مرة أقول المؤمنين، ومرة أقول المؤمنون، لا أدري متى تقال المؤمنون. أنت معذور يا رجل لأنك ما ادعيت، هم يدعون. أنا لا أدعي، أنا لا صرف ولا نقل. أنا بربري مستعرب، لا أدعي. طيب اسمع يا الجيش، خلني أنا أكمل نقول كلامي. أمازيغي وليس بربري، أمازيغي أخي، حتى في هذه لم تحسن للأسف. لا حول ولا قوة، والله العظيم حتى في التعاجم جاي يعلمك كيف تتكلم، وأنت جاي تعمل مداخل. قال لك قنبلة. نحن ننتظر قنبلة، الرجل يعلمك كيف تتكلم. هل تستنكر بأنك قسمت المغرب واستضفت جمهورية الريف عبر سلطان؟ هل تستنكر بأنك قسمت المغرب واستضفت بيضاني من الجمهورية العربية بوليزاريو؟ أيوة، واستضيفهم دائما، وهذا الصحراوي موجود، منتصر عندي موجود، وبوليزاريو وريف ويهود مغاربة، كل شيء، بس يقفل. السلطان والبرصة دائما في منصات المغاربة، وليس عندي أيضا أنا، هم موجودين. وين راح؟ منو دي نزل؟ خليك انت. فأنا كما قلت لك يا أخي الكريم، أنا نجحت في أشياء كثيرة وفشلت في أشياء. أنا نجحت أولا كما قلت لك في أن أعرف العالم مع من حشركم الله في الجوار. ساهمت في عند المتابعين المشارقة الآن يمنيون يقولون لي، وسعوديين وخليجيين، والله ما عرفنا هذه القضية، والصحراء والعشرية السوداء والعشرية الكحلاء والمسيرة الخضراء إلا منك، وهذا نجاح كبير مني. أما أنني أستضيف، هذا من شجاعة الكلمة. المغاربة لحظة، سد لي المايك. بالله عليك، يا أخي سد لي المايك يا أخي شوية، المغاربة لا يخشون من شيء. شوف هذا الرجل، رجل من هذه الأرض نزل، سقط علي سهوا. هذا الرجل هو الوحيد المغربي اليوم في المنصة، بينما المنصة جزائرية، ولم تستطيعوا معه صبرا. فكك أكاذيبكم وكلامكم بكلام مهذب وراقي جدا. هذا النجاح الأول الذي أنا نجحته. النجاح الثاني أنني فككت الظاهرة التبونية، يعني علمت الناس كيف يفكر التبوني. يعني مثلا أنا الذي أعطاكم تحليل لحالتكم النفسية، أنه عندكم أنتم جنون العظمة، وأنكم تعتبرون أنفسكم أبطال، وأنكم منتصرون دائما، وأنكم دمكم حامي وكذا، وفي الأخير أنتم مجاميع مسكينة مهمشة مطحونة مقموعة، يحكمكم واحد اسمه تبون. هذه أنا نجحت فيها.
انت قول لي ما هي الحاجات التي انا فشلت فيها. تفضل الميكروفون لك. أسعد، اي لا تقسم لا تنزلني يا أسعد. لا، اذا ما سبيت ما نزلك. ما أشتمك، أناقش معك ولا أشتمك. اي طيب. أول شيء تحياتي من الصحراء الغربية المغربية، وعاش جلالة الملك محمد السادس. أنا مغربي حر أصيل نزيه. يا ابن الذين. وطلعت حتى أحسنت يا لأوضح رجل، لك، أحسنت وطلعت أحسنت. طلعت حتى لأوضح لك من أين يضربك الذباب الإلكتروني الجزائري فقط. أخي أسعد، تحياتي لك وتحياتي للأمة المغربية، وعاش جلالة الملك محمد السادس. اي معك خطير. الدرع الملكي المعروف بالشهم، معك الدرع الملكي المعروف بالشهم. تحياتي وأتمنى لكم التوفيق. الله وهذه لا النقط معلومة عليك، أتمنى أن عارف مولانا تتجنبها، لأنها راني بعد كانت رسالة نحييك. لك وليس لغيرك فقط. تحياتي شكرا، لك وصلت وأتمنى لك الرسالة. التوفيق شكرا جزيلا والسعادة. لك. شكرا لك. خطير خطير. يعني ما رأيك يا رجل من هذا الأرض؟ دخول عجيب صح. أنا سأجيب الأخ بالحسانية إن سمحت أخي العزيز. نعم. والله لا معلومة علينا، رجالة وذا كامل فقراشة ومعروفة علينا عند العالم كامل. أحيي الأخ، ولعله يعني أنا أطلب من أخي أسعد أن أكمل. رجل أقصد، هل تسمعني أخي؟ قد أحسن الآن أسمعك، إذ تفضل. بين بعض العوار للأسف الذي يعتري حديثنا هنا، وهو أن الإخوة، وإننا نحسن إليهم إذ نقول الإخوة، وإلا في المغرب فيقولون الإخ وبعدها يقولون وه، يبحثون عن عوار في هذه المداخلات ويدسون السم في العسل. هذا دليل على أن حديثهم معنا ليس حديثا حسن النية. انظر، أنا أربط هذا الحديث العام بشيء خاص. كيف جاء إلينا قبل قليل هذا الشخص وقال بدون حياء: تم تأسيس 4 كازينوهات بين المغرب والإمارات، ولما سألناه سؤالا بسيطا هو ما مصدرك، محى الرجل واختفى. تبخر. هذا يبين لك معدنهم. والله ما أعيب عليهم شيئا، لأنه قالت العرب قديما: الشيء من مأتاه لا يستغرب، والمعدن الخسيس لا نستغرب منه أن يأتي بشيء خسيس. شكرا أخي. أشكرك. سعاد ثم سراب. وأخيرا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نوجه لك سؤال ليكم بعد الرجل من الكامر رجع عليه. تفضلي. إن شاء الله. أنت حابة نعرف ليش هذا الكره والحقد والسم اللي خارج من وجهك تجاه الجزائر؟ كل أسنى نو 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 مش هكا السماء إذا تبادى. أسنى احكي لك. لحظة أنا قاعد أغني لك. وبدت سعاد كأنها. ما تغني لي، ما نغني لك. كل وش هذا السم؟ أسنى احكي لك. بانت سعاد فقلبي اليوم طفشان. استنى. شو تسكيولي؟ والله لا تستني انتي. بانت سعاد فقلبي اليوم طفشان. متيم إثرها لم يبقى ضبحان. يلا قولي يا سعاد قولي. نشوفك لما المغاربة يسبوا في الجزائر نحسك درس العقل تبان من الضحك والسم خارج من وجهك. سم خارج. كلي وعلاه هذا السؤال، كلي وعلاه هذا وجهه ليك وعلاه. والله اني كلي احبكم. وعلاه. والله اني احبكم يا والله سعاد. ما تحبنا، والله ما تحب ناس عبد. والله يا سعاد والله احبكم بزاف. سجل وشوف روحك كيولي يسب فينا مروكي كفايه يولي استنى الدرس العقل تبان الله ثم اولا لا انا لا اسمح بالسب عندي ابدا.
ماشي سب يطعنوا في التاريخ، المهم يطيحوا بينا، يدحوا يصغرونا، انت تولي تضحك وسن درست العقل تبان. خلاص نخفف الضحكه شويه. مرة ولما يحكوا الجزائريين على المغاربه وتبدا تسكت فيهم وسكتوا وهك وهك، وعلاه حابه تفسر لي برك وعلاه؟ طيب حاضر، المرة القادمة أضحك بس أخفف الضحكة شوية. نو ولا احكي لي ولا درك جزائري. أنا لا جيت الجزائر ودروك جزائريين. شوفي تعرفي أنا أضحك حتى إذا الجزائري قال حاجة والله أضحك. ضحكيني أنت، جيبي نكتة وشوفي كيف بقى كركر. نو حاجة ماشي كلي وعلى هذا الحقد دروك جزائريين. طيب هذه نقطة ثانية اللي بعدها. هذه ماشي نقطة. خلاص عدي اللي بعدها. استنى وجاية استنى. هي ما اختي نهضر، استنى هي بس فسر لي من بعد كي نسأل المغاربة فسر لي. طيب يعني ما تقدري تتحكمين فيني متى اضحك ومتى ابكي يا اختي، الله يرحم لك الوالد. قلت لك وعلاه الحقد هذاك السم اللي خارج من وجهك. انا لو حاقد ما طلعك، انت جزائريه والمتحدثين اليوم كلهم جزائريين، كيف احقد عليكم وانا اطلعكم في منصتي؟ كيفاه تقول باللي وريت المشارقه باللي احنا ناس اشرار، ناس سوء، ناس هكذا، كيف حشروا كما كان الملك حسن معرفش شكون قال باللي احنا حشرنا ربي مع شي ناس مش ملاح، ووصلت هذه الصوره للعرب الاخرين. طيب ايش الان؟ ماذا تريدي مني؟ ابكي؟ ما تبكيش، نقول لك وعلاش هذا الحقد، قول لي وعلاش هذا الحقد. ما هوش حقد، انا لو حاقد كان ما طلعتكم المنصه اصلا. بس عندك حقد دافين. حابه نعرف جزائري ضربك سبك كل حابه فسر لي برك. ما فيش حاجه ولا حقد، والله ماني حاقد عليكم، لست حاقدا. ونولي لهذا الرجل من الكاميرا ولا منين نقول له واش قال البارح الجيش؟ لا شو قال؟ استنى قال على الجيش البارح الجزائري حتى شي ما دار، هو عمره ما عمل حاجه في حياته، قتل الشعب الجزائري، روح عديناها. حاب يقولوا لي المغاربه يعطيوني المغرب شو العالم كله عمل حروب وعمل معارك، امريكا، اوروبا، اليابان، العالم كامل، الجزائر، العرب كامل عملت حروب ومعارك، الرسول صلى الله عليه وسلم بكري ودار معارك. يجيبوا لي معركه داروها في حياتهم، يجيبوا لي شهيد، يجيبوا لي رمز كما الامير عبد القادر ولا عمر المختار الليبي، يجيبوا لي رمز من رموز بلادهم داروا حرب، يجيبوا لي حرب، اسم حرب داروها. تمام اوكي. انا اطرح عليهم هذا السؤال، ايش باقي؟ وطرح عليهم سؤال. لا هم سلمى وينها؟ اذا انت رجل قولها لهم، لا لكم سلمى وينها؟ الى انت رجل. جواب اخي العزيز. ايوه بس بعد خلي الاخت. انا استنى نكمل. قولوا لي ما تقولوليش احنا اقوياء، ما يقولوليش احنا اقوياء، ما تغنيش السنه، ما يقولوش احنا اقوياء ما قدرناش واحد ما جاي يحاربنا. قولوا لي هاتوا لي معركه ديتوها، هاتوا حرب. خلاص هذا سجلناها يا سعاد. اللي بعدها سجلناها يا سعاد. اللي بعدها باقي عندك شيء؟ استنى نفكر. خلاص استني لحظه استنى. يقولوا على الكازينوهات، كنت انت كاين الكازينو. استنى خليني ارطب لك الجو، انت زهقانه وطفشانه. ما ترطبليش يلا هدئي شوي خليني اجيب لك اغنيه يمنيه. عندك والله عندي الخص نتاعك نكرهك حياتك يا سعاد. سدي المايك، الله يرحم لك الوالدين. سدي نكره لك حياتك في الخاص. سدي المايك. لا نكره لك حياتك في الخاص، والله ما اسمح لك في الخاص لو سمحتي. عندك شيء تقوليه؟ نكره لك حياتك. ما تقدرش عليا، لا انت لا المغاربه، والله غير ما قدرت عليا. هي كلهم يعطيوني برك، يطلعوا لي يقولوا يعطيوني حرب. شوفي كيف ضحكتك وانت دخلتي متشنجه صح؟
كيف؟ سدي المايك، سدي المايك شوي، سدي سدي سدي، الله يرحم لك الوالدين اختي سعاد، سدي سدي. اسمع يا رجل من هذه الارض، على العقيق اجتمعنا اذا انت رجل يا سألهم عليهم سلمى وينها؟ كوني طيب حسنة يا صوتك حاجة أختي، يا حاجة الرجل قري، الله يرحم لك يغني، الوالدين، انت ولا الرجل لا سلمى. يغني، عيب عيب، الرجل دعيني يغني. اغني، دعيني وعلاش اغني، يغني؟ ما خليني يغنيش. اغني لك يا ما سعاد. انا جاي سعاد نسمع شغلنا. الله يشلك القرادة، قري قري شوي، قري قري، سدي المايك. انت سدي كنت بابا ما نقدرش ندعي لك. سدي خلاص، انا وانت نتفاهم في الخاص، بس قري الان، قري. على كيف؟ العقيق يا عيبة خليني اغني، الله يرحم لك الوالدين، يا عيبة يا عيبة يا عيبة. سعاد قري يا سعاد. اسمع سؤال سدي اخر المايك. ونهبط. سؤال اخر. اسالك بالله، اسالك بالله، سدي سؤال المايك اخر واسمعي ونهبط. الاغنية. يا مرة طفشتيني طفشتيني، يعني على اخر اللايف يجي لي تبوني تطلع لي الضغط، الله يرحم لك الوالدين قري. والله اخرجك من عقلك. كبستيني والله، ما سديتي نفسي على الاغاني، ولا عاد اريد غنى، ولا عاد اريد شيء، خلاص. على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون، ما ظن مجنون ليلى قد جن بعض جنوني، فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني يا ليل. لك يا سعاد. يقولون بانت سعاد فقلبي اليوم طفشان، بانت سعاد فقلبي اليوم انت راك طفشان تبهلل. طفشان. انت تبهلل شويه منو اليوم تبهلل. برك راكم تبهلليه. بانت سعاد في اللايف فقلبي اليوم طفشان. قري قري قري. سراب عندك يا سراب. استنى نحكي لك. سراب استنى غني لي. نحكي لك. تعرفي تغني غنيتي. انا بعت لك اغنيه. هاتي لي اغنيه. بعت لك اغنيه في الخاص. غني الان. لا بعد دخل اسمع الاغنيه اللي بعتها لك. غني الان في الخاص، الله يرحم لك الوالدين. ما نعرفش نغني. بعت لك الاغنيه في الخاص. جوج اغنيات. الاخيره الاغنيه اسمعها. حاشاك لا نكون ام حسن. انت في بلاد ام حسن. مو انت حاشاكي والله، لا ابدا. على عيني وراسي والله العظيم. انا الجزائر اللي يكون راجل ولا انت ولا هذاك يجي يهضر عليا بشرفي. انا تربيت بدون بصح. أسعد يبدو أن الأخت ليست على ما يرام، يعني أي نعم نعم يا أختي سعاد، شكرا جزيلا لك. كيف على عقلك على ما كيف عقل على ما يرام؟ انت اللي عقلك اسناو على اللي قال باللي احنا حررنا الجزائر. كيف حرروا الجزائر؟ عندنا جدود نحكوا والله عربي ما دخل عندنا. اللي يجي يقول لنا خليجيين يقولوا لنا حررونا. انا اسف مصر تقول جي حررت، المغرب تقول جي. يا اخواني انا اسف والله العظيم، ما لاحظت، والله ما لاحظت، انا اسف جدا. تحياتي لك اختنا سعاد، مرحبا بك في اي وقت. سراب تسمعيني يا سراب؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا رب أخوي أسعد، أمنى أنك تسمعني للآخر وما تنزلني، وأمنى أنك تفهمني أنت ومتابعينك، ربي يحميك يا رب. أخوي أنا لا عندي والله لا سؤال ولا جواب. أنا طلعت أريد المساعدة، بدي أركب صوبة لأولادي. أنا مربي أطفال أيتام وبحاجة دعم، إني بس أركب صوبة. والله أولادي ذبحهم البرد وساكنة بخيمة يا أخوي، والله وضعي تحت الصفر. الله يحفظك يا أخوي إنك تفهمني ما نزلك بس ما حدا ممكن يفيدك هنا. هذا الأمور عبر التواصل الاجتماعي أولا ممنوعة، هي ممنوعة قانونا، ممنوع هذا الكلام يا أخوي. أكيد متابعينك إذا راح يفهموني وراح يفهموا علي. خلاص اللي يريدك بيدخل لك للخاص يساعدك. أنا بالنسبة يا أخوي الله يوفقك، ما تنزلني، خليني بس 5 دقائق، والله وضعي صعب، أولادي ذبحهم البرد، بس أركب صوبة. الله يحفظك. ما هي صوبة والله كلها بتكتب خليها. الله يخلي لك أولادك. خليني أين أنت؟ من أنت؟ من الأخت؟ بسوريا أخوي، بسوريا، بمخيم في سوريا. طيب هاتي
قولي للناس خاطبيهم يلا في دقيقتين. الله يحفظك يا رب. أخوتي أنا أخذكم أريد الفزع من الله ثم منكم. خلاص تام. وهلق ماني مركبة صوبة وبدي بس أركب صوبة لأطفالي، والله ذبحنا البرد ولافتهم بحرامات. اللي يحب إنه يتبرع لي بأي شيء إني أركب صوبة. الله يحميكم. حسنة صغيرة عند الله، أجركم كبير إن شاء الله. الله إن شاء الله يجعلها ميزان حسناتكم يا رب. الله يحميكم. والله عندي أطفال صغار ويذبحهم والبرد. الله يوفقك يا أخوي أسعد، والله يجبر بخاطرك لأنك فهمتني، ولا تواخذوني على المقاطعة. والله العظيم يا أخوي من موتي يشهد الله من موتي. الله يحميكم. اوكي الله يسهل امورك ان شاء الله اختي، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله اللي يشوف الوجه الطيب إن شاء الله يشوف الخير يا رب. الله يحفظك ويبارك فيكي. تحياتي لك يا إن اختي شاء الله يا رب، والله يديمها الضحكة يا رب. الله يسهلها. والله تونس ببكوا. الله يديمك يا أخوي، والله يعطيك الصحة والعافية بجاه سيدنا محمد. الله يكرمك ويبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا. الله يحميكم أخوتي. كل شي دعمني إن شاء الله ميزان حسناته يا رب. شكرا لكم. اخواني حسابي هذا اسعد الشرعي الاحتياطي. كبسوا لابوه، كبسوا دعسوا كبسوا عدسوا بسرعه، عدسوا. الله يحميكم يا على رب. فكره شكرا لك يا سراب. خلاص سراب وصلت رسالتك. اذا في شيء بيراسلوك عبر الخاص، واتمنى يا اخوي لا تنزلني، اني راح اكتم. الله يوفقك، اني داخل على الله ثم علي. اكتمي يلا اكتمي. اني اكتم ولا تنزلني. الله يوفقك. اكتمي. طيب اكتمي. اوكي. هذا حسابي. الحسابات تترنح يا جماعه، وفي اغلاقات متكرره على كل الاصوات التي تعارض بعض السياسات. هذا حسابي الاحتياطي. كبسوا في ابوه، كبسوا الحساب الاحتياطي ولا تقصروا فيه. وسيد أحمد أنت معانا؟ سيد أحمد، رجل من هذا الأرض، اختم بمداخلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، قد رفعت السقف وذكرت بعض الأمور الجمالية، وتغنيت بأمر فيه ذكر لليلى، وذكرتني ببيت جميل جدا أحبه وأحفظه من صغري في تلك الصحراء المغربية العظيمة. قال قيس: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أنا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذا تزكية للجماليات التي قلتها ولم تهي عنك الأخت. بالمناسبة الأخت والله ما أريد أن أقسو عليها. يقال إن أحد فرسان العرب خرج إليه يوما ما رجل ضعيف، فقالوا له: عليك به. قال لهم: وتعيرني العرب أني خرجت لمثل هذا. والله ما أخرج لمثلها. يعني فقط هي قالت شيء، قالت المراركة. وأنا قد قلت قبل قليل عندك يا أخي من يقول ماركاس بالإسبانية سأنطق اسمه بالإسبانية. فأقول لأختي الخريرية والله هذا الاسم وما أسب. أقول لها: مرة نزلت حشرة على نخلة عظيمة، ثم لما أرادت أن تطير قالت لها: تشبتي فإني سأطير. فقالت النخلة: والله ما علمت متى نزلت حتى أعلم متى تطيرين. فما أجيب إلا أنها قالت، وهنا الأمر جد، قالت: للا سلمى وأين هي؟ للا سلمى مكرمة معززة مثل أي امرأة مغربية في بيتها مصونة محصنة، وأسأل الجزائريين كلهم. ولهذا الحديث يعني شؤون
ولعل عليهم هم في الجزائر سجون، إن كان للحديث قيل الحديث ذو شجون، فعندهم إن ذكرت هذا الأمر سيكون ذا سجون. أين هو قرميط بونويرة؟ وأقول جملة وما أزيد: عشيق القايد صالح أين هو اليوم؟ 4 وأنتهي. أخي، سألتني قبل قليل، قلت إنك ما تعلم الرسالة التي قالها جلالة الملك محمد السادس في نصرة غزة. وإن سمحت لي أفتح الكاميرا. انظر هنا. متى هذا التاريخ؟ ما في مفتوح شيء. ألا ترون إخوتي؟ لا، لم تفتح، ما فتحت الكاميرا. ما علينا، لعل الأمر تقني وأفتحه في المرة القادمة. هذه الحرة تقول تنشر في 29 من نوفمبر 2023 تنشر نص الرسالة. يعني أنت تعرف الحرة هذه ليست قناة صديقة، هذه قناة عدوة. تقول أقول في تاريخ 29 من نوفمبر، يعني قبل 6 أيام، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء، يعني الأربعاء السابق، المجتمع الدولي وكذا وكذا إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، كما عبر عن إدانته الشخصية لكل التجاوزات وسياسات العقاب الجماعي. شوف الشخصية، هذا تعبيره الشخصي، والتهجير القسري، ومحاولة فرض واقع جديد في القطاع الفلسطيني المحاصر. ووصف ملك المغرب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بالانتقامية، قائلا إنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني. ما أريد أن أطيل، أقول فقط وأطلب للإخوة أن يرجعوا إلى هذا ليروه في مظانه. إن جلالة الملك محمد السادس لم يكن شيء يلزمه بهذا، خصوصا وأنه خرج باسمه الشخصي، وكما قلت لك قبل قليل لم يتستر بمؤسسة أو بجماعة، خرج فرضا وقال هذا باعتباره فرضا. ما الذي ألزمه؟ خلقه والتزامه وكونه ملكا شريفا ابن ملك لابن ملك لابن ملك، وعدها إلى العطرة الشريفة. هذا ما أقول، وإننا ننتظر بيانا مثل هذا من التبت الذي أطل على الناس من بلكون غير ذي سقف وقال لهم كما تحدث الجارة جارتها من البلكون حين ينشرون الغسيل، وقال لهم إني قضية فلسطين قضيتي. ننتظر بيانهم. شكرا رجل من هذه الأرض. دعمتم الأخت، لكنني لا أريد، أنا بصراحة التسول الإلكتروني أنا لا أحبذه أبدا، وهذه آخر وأول مرة تمر علي مثل الله هذه يحميك الحالة. يا رب، لا الله تؤاخذني والله أعرف حالي شكراً. حرجتك. لا شكرا يا لك يا أخي أختي. أسعد، لا لو نفتح المجال سيأتي لنا آلاف الناس، يعني مزبوط الناس كلامك تعبانين. أخي أسعد. من بعد إذنك وإذن الحاضرين، أنا حابة إني أفتح كاميرا مشان الناس تتأكد إني سورية. كثير تعليقات عم تكتب إنك مانك سوري. من بعد إذنك تسمح لي أفتح كاميرا؟ لا تفتحي خلاص، لا تفتحي. مشان الناس تشوف وضعي. لا بس خلاص يا أختي، سنختم اللايف أصلا، سنختم اللايف. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك. وكان ختامها مسك مع رجل من هذه الأرض، رجل من هذه المغرب، رجل من هذا التيك توك الذي أبهرني صراحة وأستفيد منه، والله إني أطلعه حتى أستفيد. الرجل هذا بنستفيد منه، هذا منجم ذهب والله يا مغاربة، أن هذا واحد من أجمل ما أنجب التيك توك. استثنائي، رجل استثنائي، ملم، موسوعة، مؤدب، راقي، هادئ. أنا لما يتكلم كذا كيف يا جماعة، والله العظيم أنتم مثلي. رجل من هذه الأرض عندما يتكلم أسترخي، استمتع. الله يقول كلام يا جماعة بطريقة مهذبة، وهو هادئ، ما يخليك شيء كذا تتشنج ولا يسبب لك تلوث سمعي. بصراحة أنا هذا الرجل والله العظيم لو بقيت أني أسمر أنا وهو كذا، نكون نطلعك يوميا يأخذ المنصة له، أنا أبقى كذا أدير المنصة إدارة، وهو يتداخل مع الناس حقيقة، لأنه كلنا بنستفيد منه. لا نعرف من هو، والله لا أعرفه، ولا بيني وبين أحد تواصل. حتى قلت له
يراسلني على الخاص، إلى اليوم ما راسلني على الخاص، ربما أن له وضع خاص. هل لي بجملة أخي، هل لي بجملة؟ أي نعم تفضل. كان يقال قديما إن أرواح الكرام تلتقي وإن عن بعد، فأنت رجل كريم وقد لقيت كريما مثلك، وما أزيد. الله أكبر، الله أكبر، صحيح. صراحة أنت رجل تستحق التقدير والاحترام، وأنا أتمنى أنه في كل لايف أن نراك نستفيد حقيقة. لي والله لا يهمني أي اعتبار آخر إلا أنه نخرج منك بمعلومة، لأنه التيك توك أصبح رديئا في الفترة الأخيرة، أصبح التيك توك رديء للغاية. فأنت تعتبر إضافة فيها فائدة، فيها فكر، فيها معلومات جديدة ما شاء الله. أنا اليوم بالذات كانت مداخلتك كلها قيمة، وفهمنا أشياء ما كنا نفهمها. شباب اللايف هذا بينزل في الشرعي لايف كالعادة، كل اللايفات بتنزل في الشرعي لايف. قريبا سنبدأ بثوث مماثلة هكذا في اليوتيوب إن شاء الله، في قناة جديدة أنشأناها اسمها المنارة تيوب، ستنطلق، بس أنا الآن متفرغ لكم هنا في اليوتيوب. الإخوة الذين ما استطاعوا أن يطلعوا اليوم سامحونا، غدا كل يوم بنطلع جدد. هذا الرجل هو الاستثناء في الموضوع، رجل من هذه الأرض، أنا أعتبر أنه استثناء تيك توكيا. إذا هو موجود أنا سيكون له الأولوية حقيقة، الأولوية حتى عني أنا. إذا يريد يستلم اللايف ويمشي والله العظيم لن أقول له شيء. رجل مثل هذا، رجل من هذه الأرض، وكلكم سأحاول أنه كلكم تنالوا فرصتكم في هذه المنصة، لكن حسب الاستطاعة. يعني الطلبات من فوق 80 شخص، واللي بيطلعوا 4 أو 5 صعب جدا.